انا حابب اقولك حاجه، انتي اوحش شخص على وجه الارض، اكتر انسان مؤذي واكتر انسان بشع وابشع واحده على وجه الارض. مفكره كل الناس معاكي وانتي ظالمه كل الناس والناس ضدك. وصح انتي تستحقي اللي بيحصل فيكي. بس انا النهارده كان عندي اسباب كافيه انه انا حرفيا اقول انا مش قادره اصور وانام في السرير، لانه تلقيت في 6:30 صباحا رساله كراهيه شديده الكراهيه. في الرساله دي ايه؟ استنى. انا حابب اقولك حاجه، انتي اوحش شخص على وجه الارض، اكتر انسان مؤذي واكتر انسان بشع وابشع واحده على وجه الارض. مفكره كل الناس معاكي وانتي ظالمه كل الناس والناس ضدك. وصح انتي تستحقي اللي بيحصل فيكي، وصدقيني بكره هتتدمري اكتر واكتر واكتر. حاسه ولا نعمل وكيل فيكي، ويا رب الناس تبعد عنك عشان انتي انسانه مؤذيه ومفكره نفسك ملاك، وانتي اوحش واحده في الارض من الشكل للصوت للطباع لكل حاجه. نفس اللي كتبت او اللي كتب الرساله دي هو نفسه او نفسها شخص بعت لي من تقريبا 5 ايام انه قد ايه هي بتحبني او هو بيحبني، وقد ايه انهم نفسنا نرجع، وقد ايه وقد ايه، وانه فاهمين. فساعتها انا رفضت، لانه الاذيه تفاقمت قوي لدرجه ان كان الموضوع وقتها كان اثر على صحتي وعلى نفسيتي وعلى حياتي كلها، وخدني خطوات ورا. يعني حتى مش بس ان انا فضلت في نفس مكاني، لا ده انا رجعت خطوات ورا في حياتي بسبب الموضوع ده. فقعدت مع نفسي كده قعدة صفا، تمام، وقررت انه انا مش هكمل في ان انا اقبل على نفسي الاذيه والتعب والمعامله بالطريقه دي. يعني انا استحق الاحسن من كده 100 مليون مره. اتس اوكي ان احنا فترات في حياتنا بندخل اشخاص غلط او بنختار غلط وهما يعاملونا مثلا وحش، فانا بعدت، فاللي قدامك يبدا يحسسك بالذنب ان انت بعدت، مع انه انت عارف انت بعدت ليه. حتى انت على فكره مش هتبقى مضطر توضح اسبابك، وحتى لو وضحتها فصدقني مش هتفرق في الحالتين، لان اللي قدامك هيفضل شايف نفسه صح. فلما تاخدي قرار ان انت عايز تبعدي عن الاذى، اوعي تحسي بتأنيب الضمير. ليه؟ لانه لما انت كنتي في الاذى والشخص ده كان بيعاملك باستحقار، وكان بيعاملك بسوء جدا، وكان بيعاملك كانك ولا حاجه، كان بيعاملك كانك حاجه هو هيطلع فيها غضبه وكبته وحزنه وزعله من حاجات انت مالكيش اي علاقه او ذنب بيها. فاعرفي ان انت تبعدي عن اي اذى باي شكل من اي نوع من اي شخص. لما انا جاتلي المسج دي انا وقتها حسيت الدنيا اسودت في عيوني، لانه انا شخص حساس جدا بطبعه مهما كانت شخصيتي قويه بس انا بطبيعتي شخص حساس جدا وسنسيتيف قوي. فما بالكم ان يجيله رساله كراهيه، وقبلها من كام يوم رساله كراهيه، وبعدها رساله حب. فساعتها قلت لنفسي يعني انا بقالي 6 ايام قاعده بعمل لكم ريسيرش عن نظريه اسمها let them see. خليهم يتكلموا وحش، خليهم يكرهوكي، خليهم ما يجوش في ميعادهم، خليهم ما يردوش، خليهم يعاملوكي بالطريقه اللي هي فعلا دي حقيقتهم، وانت بعد كده قرري. فقلت لنفسي اقعد وانهار وانا حرفيا طالعه بكلم الناس عن let them see. يعني انا هقول لكم ولا يفرق عندكم اللي هما بيعملوه، بس يفرق عندنا ازاي. ده كان الانترودكشن لموضوعنا النهارده let them hear. مي روبنز بدأت في الكتاب بتاعها فبتقول انه اوقات كتير انت بتعاني او you struggle ان انت تحقق اي اهداف، او ان انت تغير من حياتك، او ان انت تكون انسان سعيد، وتبقى حاسس ان انت مش عارف انت ليه كل مرة بتفشل، او ليه اصلا بتعاني علشان خاطر تحقق الحاجة دي. فقالت ان غالبا the problem is not you but it's the energy or the power you unknowingly give to other people. انه غالبا العيب او المشكلة مش فيك، وانما في كمية الطاقة والوقت اللي انت بتوديها من عندك وبتديها لناس تانية. فحرفيا انت كل الانرجي بتاعتك تصبوها على ناس تانية، فده بيكون سبب في ان انت مش عارفة تطلعي خطوة في حياتك. وهنفهم دلوقتي ليه. عيبنا كبشر او معظمنا عندنا عيب خطير، وانا شخصيا كان عندي العيب ده، انه احنا دايما بنفكر انه انا لو قلت الحاجة الصح if I said the right thing if I did the right actions، لو انا عملت التصرفات الصح الناس هتحبني اكتر، لو كنت ودودة اكتر او كنت حبابة اكتر صحابي في الشغل هيحبوني اكتر، مديري هيرضى عني اكتر. بنعيش سنين وعمر كامل علشان خاطر نثبت للناس ان احنا كفاية. انا كحبيبة كان دايما بيجي في بالي سؤالين، هو انا عايزة اثبت للناس ان انا كفاية، ولا انا اصلا حاسة ان انا بيني وبين نفسي مش كفاية؟
فدايما بشوف ان انا كفايه بيني وبين نفسي من خلال ان انا اشوف نظره الرضا في عين اللي حواليا. فده باختصار شديد تعريف البيبل بليزر، الشخص اللي عايش عشان الناس ومفكر ان هو بيعمل ده علشان خاطر هو بس ودود وحباب ولكن ديب داون لو انت فكرت فيها شويه هتلاحظ ان انت فعلا اوقات كتير لما بتبص وتشوف نظره الرضا في عيون اللي حواليك عنك، انت كمان بترضى عن نفسك. لو شفت ان هم مش راضيين عنك، انت ما بتبقاش راضي عن نفسك. لو شفت ان هم بيقولوا عنك فاشل، بتحس ان انت فاشل. لما بتشوفي ان هم بيقولوا عنك بنت هاديه وكول قوي، انت بتحسي ان انت بنت هاديه وكول قوي. هو مش وحش ان الناس تديكي انطباع، يعني تتكلم عنك بانطباع كويس، بس الوحش او الخطير في الموضوع ان انت شايفه وعامله وجهه نظرك عن نفسك من عيونهم هم. طب ما هم دايما هيقولوا حاجات نيجاتيف، في ناس هتنتقدك وفي ناس هتكرهك وفي ناس مش هتحبك، زي المسج اللي انا وريتها لكم في بدايه الفيديو. هل انا بيني وبين نفسي عارفه ان انا انسان مؤذي وبيظلم وانسان وحش وانسان قبيح وانسان؟ انا عارفه. اول لما جات لي المسج دي كلمت ماما في حد بعت لي بيقول لي كذا 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 كذا. قلت لي حبيبه بليز ستوب ذا دراما، وقفل الدراما. قالت لي انت عارفه ان انت كده؟ قلت لها لا. قلت لها بس متضايقه انه ليه حد ممكن يقول عني كده. قالت لي خلي اللي يقول. من امتى كلام الناس بيقدم ولا بيأخر؟ من امتى كلام الناس ده اللي احنا هناخده من القياس في ان احنا نحط انطباعنا عن نفسنا، في ان احنا نكون فكرتنا عن نفسنا؟ من كام يوم حصل معايا موقف، وانا الفتره دي في حياتي فتره صعبه عليا شويه. ممكن اختصر الفتره دي في حياتي بان ربنا بيرفع الغطاء عن عيني، وبقيت اشوف الناس اللي حواليا على حقيقتهم، ومش ان انا عيوني شفافه فهي عيوني شايفاهم كده وعارفه، لا، سبحان الله هم بافعالهم بيكشفوا نفسهم. وعشان كده انا هقول لكم على حاجه انتوا لازم تطبقوها عشان خاطر تعرفي حقيقه اللي حواليكي، عشان خاطر تعرفي مين بجد صافي من ناحيتك ومين بيحبك ومين لا. حصل موقف انه انا كنت مع صديقه ليا، فانا معترضه على وجهه نظرها في شخص ما. بقول لها يا بنتي الانسان ده ريد فلاج، الانسان ده مش كويس، الانسان ده هيأذيكي وهيزعلك، الانسان ده هيضيع وقتك وطاقتك. وقتها اسمعي كلامي. فقعدنا في بيتها وكان معايا اختي، رحنا بيتها. فقعدت تتكلم ان هي مش عارفه ان كانت مرتاحه ولا مش مرتاحه، وان كانت مبسوطه ولا مش مبسوطه، وان كانت حاسه بامان ولا مش حاسه بامان، وانه فعلا ممكن ده يضيع وقتها، وانها ممكن تلاقي شخص انسب فانا قلت لها خلاص فكري مع نفسك تاني، كلمي اهلك تاني، ان انا ما اقدرش اديكي الراي القطعي فاقول لك اعملي او ما تعمليش، انا انصحك بس الفعل نفسه انت اللي تاخديه. فجت والدتها قعدت والموضوع اتفتح. فقلت لها يا طنط والله انا شايفه ان كده فلانه بنتك هتضيع نفسها. فقالت لي حبيبه هي مرتاحه. فقلت لها بس هي مش مرتاحه. فالبنت ردت صاحبتي قالت لا انا مرتاح، مين قال ان انا مش مرتاحه؟ فهنا كده انا شايفه ان هو ممكن يبقى انسان كويس وانه انا ما شفتش منه حاجه وحشه. قلت لها طب هو من امتى وانه احنا بنختار الشخص انه يبقى شريك حياه او صديق او صاحب او صاحبه او لمجرد ان هو مش بيعاملني وحش؟ ما هو ده الطبيعي ان هو ما يعملكيش وحش. فطلعتني غلط، وفي وسط ما انا بحاول اثبت وجهه نظري غير ما اطلع اسرار صديقتي او النقط اللي هي مش حاكيه لاهلها عنها، والنقط دي هي اللي كافيه تكشف ان هو فعلا ريد فلاج. ده مش ريد فلاج، ده بدايات الريد فورست. بدات تستخدم اسراري ضدي، بدات تستخدم التجارب الخاصه بيا مع صحابي ومع صحباتي والخوازيق اللي انا خدتها عموما في الحياه، بدات تستخدمها ضدي، بدات تطلعها وتقولها قدام الناس وتتريق. فانا هنا بصيت لها والدموع اتجمعوا في عيني. مش حاجه بيني وبينك، انا حكيها لك انت مش حكيها لحد، علشان خاطر انا بس صح. فقالت لي طب ما انت اللي عايزه تغيري وجهه نظري، ما انت اللي عايزه تقنعيني ان الانسان ده غلط، وبعدين فيها ايه يعني لما اقول حاجه وبعدين وانت ليه متعصبه كده؟ طب ما انت بتعدي لي دايما. قلت لها كويس انت عارفه بعديك دايما ودي مش اول مره تحصل. روحت البيت دموعي ما وقفتش عياط لحد الساعه 6 الصبح. لما خلاص خدت فتره الحزن وعشتوا فاهمين لما تيجوا تتخطوا اي حد دايما الناس تقول لك ايه، اشتغلي على نفسك واشغلي نفسك واشغلي وقتك واعملي صحاب جديده اول حاجه احزني. لما حد يطلع مش كويس احزني، خدي طاقتك في الحزن. انت عايزه تعيطي عيطي، عايزه تفضلي تاكلي ايس كريم وشوكليت وتفضلي قاعده تعيطي الليل اعملي ده، عايزه تفضلي تنامي عشان انت متضايقه اعملي ده. خدي فتره حزنك، المهم انها ما تطولش، يوم يومين 3 ماكسيموم الموضوع انتهى وانا دلوقتي بموف اون. فخدت وقت حزني
كان وقت صعب جدا جدا. ليه؟ لان دي صاحبة العمر، صحوبيتنا بقى لها اكتر من 10 سنين. قعدت مع نفسي بعد كده فكرت، قلت طيب هي مقتنعة بده، ده قرارها، دي حياتها، هتبقى غلطتها او هتبقى الحاجة الصح اللي هي عملتها. انا مالي؟ why didn't I let her let them؟ خليها تختار، خليها تجرب. انا كنت بتكلم بنية ان انا مجربة وان انا سامعة وان انا شايفة وان انا عشت حاجات اكتر منك بكتير، فانا مش عايزاكي تتعبي نفسيا، انا عايزاكي تاخدي احلى واجمل حاجة. بس عمر ما اللي قدامك ما يفهم ده، عمر ما اللي قدامك هيفهم ان انتي قلبك عليه قوي. فليه حبيبتي خلي قلبك على نفسك، خلي خوفك وتركيزك وطاقتك دي كلها على نفسك انتي مش عليهم. لان في الاول وفي الاخر يا اما هتخسريهم وهيتقال عنك بياعه، يا اما ان انتي هتكملي وانتي حاسه ان في حاجه جواكي انكسرت لما تلاقي رد فعلهم حاد. ميل روبنز في الكتاب بتاعها بتقول ان all the human beings have a hardwired need for control. عندهم غريزه ضخمه من ان هم يبقى عندهم السيطره على الامور اللي في حياتهم وعلى الناس اللي في حياتهم وعلى كل حاجه. بتحسي انه انت لو عندك اطفال بتحسي ان انت لو ما قلتيش لابنك يعمل كذا وما يعملش كذا، يسمع كذا وما يسمعش كذا، ما يعملش كذا، لا ما تتكلمش كذا، بتحسي ان انت لو ما عملتيش كل ده وحطيتي نفسك في كل الاسترس والضغط ده ان الوضع هيبقى خارج عن سيطرتك. رغم ان انت بينك وبين نفسك بتقولي انا مش بفرض سيطرتي، انا بس شايفه الموضوع من وجهه نظر تانية، بحاول انصحها. لا الدم الحقيقه المره يا صديقتي او يا صديقي انه انتوا عمركم ما تقدروا تغيروا من شخص او من وجهه نظره او من رايه. عارفين حتى لو اقول لكم انا معاكم برضو لو هو عايز يعمل في دماغه هيعمل في دماغه. الناس بتسمع، بس في الاخر القرار الاخير اللي يخصني راجع ليا، مش راجع لصاحبتي، مش راجع لاختي. واي كان فيكس هيم واي كان فيكس هير، ده هو عنده امراض الدنيا والسنين والامراض النفسيه والعقد، انا اللي هصلحه وانا هبقى النور في طريقه. عارفين مشكلتنا ايه؟ وانا كنت قبلكم عشان تبقوا فاهمين ان احنا بنبقى جوانا غريزه انا المنقذه، انا الدكتوره، انا البطله. وغالبا بتبقى موجوده عند البنات اكتر من الرجال، لان البنت بطبيعتها عندها غريزه الامومه، والام هي الصلاح لكل حاجه في الحياه، هي اللي لما بنتعب هي اللي بتداوينا، وهي اللي لما بنجوع هي اللي بتاكلنا، وهي لما بنتعب نفسيا هي اللي بتطبطب، وهي اللي بتحل المشاكل وتفك الازمات، وهي اللي بتسمع وهي اللي بتنصح، وهي اللي بتحب وهي اللي بتطبطب. فمعظم البنات عندها غريزه الامومه، بس مع الاسف غريزه الامومه بيجي معاها شويه حاجات سبسايدز، زي دور البطله، دور المنقذه، دور المضحيه، دور المستمعه، دور اللي بتحب بدون شروط. تحبي مين بدون شروط؟ انت عبيطه؟ هو انت امه ولا امها عشان تحبيها بدون شروط؟ لو انتم في محاضره في الكليه وهي اتاخرت وخلاص الدكتور جاي، يا بنتي انجزي، يا بنتي الدكتور خلاص قرب يدخل، الدكتور هيقفل الباب مش هتعرفي تدخلي من بعده. خلي بالك الدكتور قدامه تقريبا 3 دقايق وهيبدا المحاضره وانت عارفه انه بيقفل الباب. جت في ميعادها، جت ما جاتش خلاص. انا قلت لها احرق نفسي واحرق دمي ليه؟ احرق طاقتي ليه؟ لا الدم، لا الدم، خليهم يعملوا اللي يريحهم. انت مين عشان تغيري ده؟ غيري من نفسك. تخيلي لو انت حطيتي كل الطاقه، مش انت بتقولي ان انا عايزه اصلح لها حياتها؟ طب بصي لحياتك، حياتك متصلحه 100%، غالبا حياتك more chaos than her، حياتك فوضويه اكتر منها او من البنت اللي انت عايزه تصلحي لها حياتها دي. غالبا انت محتاجه كل الطاقه دي عشان تحققي احلامك، بس انت ما عندكيش الشجاعه والنيرف الكفايه ان انت تقولي انا مش هركز على اللي حواليا، انا هركز على نفسي، انا رقم 1 مش هما. انت ما عندكيش الشجاعه ان انت تقولي ده، فالمفروض ان انت دلوقتي تقولي لنفسك ده. المفروض تقولي لنفسك انا مش هحط طاقتي على ناس تاني. وده مش معناه ان انا هبقى انانيه في حب نفسي، يعني رغم ان حتى الانانيه في ان احنا نحب نفسنا بقدر معين كويسه، بس يا ستي لا، حبي الناس وساعدي الناس بس وقت ما يطلبوا منك ده، وكمان مع الناس اللي بتقدم لك المساعده لما تحتاجيها، عشان ما تتعرضيش للاستنزاف العاطفي وتتعرضي للاستنزاف في وقتك وفي حياتك. برضو لو انت مرتبطه بحد وقعدتي تقولي انا بتضايق من كذا، او ما بحبش الليت ريبلايز، ما بحبش ان انا ابعت لك وانت ترد عليا بعدها بيوم، ما بحبش ان انت تسيبني زعلانه، وما بحبش ان انت تنامني معيطه، وما بحبش كذا، وانت موضحه انت بتحبي ايه وما بتحبيش ايه، وتلاقي ان الشخص ده بيعمل الغلط مره واثنين وثلاثه، لا خليهم يعملوا كده لحد ما يبقى عندك الشجاعه الكافيه، واتمنى انها تيجي في وقت بدري، الشجاعه الكافيه ان انت تقولي خلاص باي تشاو اديوس. يعني مع كامل الحب والاحترام والتقدير، بوسه لماما، بوسه لبابا، بس انا مش هكمل، انا مش مضطره استحمل الطريقه دي، وانا وضحت مره واثنين وثلاثه. يعني انا مش شخص مشي من يوم وليله، عشان تبقوا عارفين مفيش حد فينا بيمشي من يوم وليله. احنا بنقول مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ايه اللي بيضايقنا، وانا بتضايق من كذا،
وما بيحبش كذا وبتعصب من كذا، اللي قدامك ما بيفهمش خلاص هو غبي، تعملي ايه؟ انسحبي، انسحب بمنتهى الهدوء، لا بقى عاتب ورسالات 60 سطر ومش عارفه ايه. let them. خلي الناس يعاملوكي بالحقيقه بتاعتهم، خليهم يعاملوكي بجد بالطريقه اللي هم شايفينك بيها، خليهم يعاملوكي بجد بالطريقه اللي هي فعلا دي حقيقتهم، خليهم يعاملوكي بيها، ساعتها انت هتعرفي حقيقتهم. الكاتبه بتقول في الكتاب let them be themselves because they're showing the real them to you. تاني let them be themselves because they're showing the real them to you. خليهم يكونوا نفسهم او يكونوا حقيقتهم، لان هم بيوروكي حقيقتهم ناحيتك ازاي. انت ليه رافضه ده؟ ليه دايما بتحبي تقعي في حب البوتنشلز، انه ده الشخص ده والله ده ذكي، ده ممكن يبقى ناجح قوي، انا لازم اصبر عليه، هو هيتغير، هو بيحاول، هو هيبقى احسن، هو هيعملني احسن، هو هيجيب لي الورد اللي هو ولا مره اصلا هيجيبهولي وهيعيشني الحياه اللي انا نفسي فيها، وهيوديني الاماكن اللي انا نفسي اروحها، وهيكون هو مصدر اماني رغم ان هو كل يوم بينيمني معيطه، وهيكون هو مصدر سعادتي في الحياه رغم ان هو اكتر واحد مكرهني في الحياه. صح؟ انت بتقعي في حب البوتنشلز، انت بس مش عايزه تشوفي حياه اللي قدامك، فبتعملي ايه؟ تبداي تحسني من صورته. ليه؟ ده كله عشان عندك مشاعر من ناحيته. بصوا يا بنات، انا متفهمه جدا حوار ان انت يبقى عندك مشاعر من ناحيه شخص، احنا مش روبوتات عشان نقول خلاص المشاعر اتمحت، بس احنا عندنا في حاجات اهم من المشاعر، عندنا كرامه، عندنا مبادئ، عندنا حدود، عندنا باوندريز حاطينها عشان نحمي نفسنا من الاذى. ما هو انت في الاخر اللي هتتاذي، وانت بجد مخلوقه في الدنيا دي عشان بس تعيشي علاقات. الحياه اكبر من كده بكتير، الحياه واسعه قوي يا بنات، الحياه واسعه، الحياه كبيره، كوكب الارض كبير يا بنتي. ده انت لو زهقتي من كوكب الارض قدمي في ناس وروحي اكتشفي كوكب المريخ. انت ممكن تسافري، ممكن تشتغلي من بيتك، ممكن تدرسي، ممكن تطوري من نفسك، ممكن يبقى عندك اسره سعيده، ممكن تصبري وتحمي نفسك من اي علاقات حب تستنزفك لحد ما يجي الانسان الصح اللي بجد تديله كل الحب اللي في قلبك. تخيلي لو جه الانسان الصح وانت اصلا انسانه بقيتي مستنزفه وبقيتي توكسيك وبقى كلك طاقه غضب من الحياه ومنهم. صدقيني ليه؟ ما تقوليش ليه هو بيعمل كده، قولي انا ليه بعمل كده في نفسي. ما تقوليش هي ليه بتعاملني بالطريقه دي، قولي انا ليه قابله ده على نفسي. ليه؟ عندك اعاقه ذهنيه ما شاء الله، حاجه نابغه، بصي لنفسك في المرايه. فلو انت شايفه ان انت متقبله المعامله السيئه دي على نفسك من الناس اللي حواليكي، او متقبله كميه الضغط والستريس اللي انت حاطه نفسك فيها علشان خاطر انت حاسه ان انت عندك انسكيورتيز، فالناس دي بتملاها لك، عندك نواقص في شخصيتك او فيكي والناس دي بتملاها لك، زي انت شايفه نفسك مش حلوه، ده عيب. انت شايفه نفسك مش حلوه، اكتبيه في ورقه وقلم، نجيب ورقه وقلم مع بعض كده. انا بشوف نفسي مش حلوه، انا شايفه نفسي تخينه ومحتاجه اخس، شايفه نفسي ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش اصلا افتح حوارات، انا شايفه نفسي ما عنديش اي كوميونيكيشن سكيلز. اشتغل عليهم، شوفي حياتك هتتغير ازاي، شوفي دماغك هتتغير ازاي. وانتوا فكرين ان الفيديوز اللي انا بتكلم فيها دي عموما، ولا اي حد بيتكلم فيها، فكرين دي مضيعه للوقت. حرفيا احنا انا بغير المايند سيت بتاعتك، انا جايه هنا عشان اغير المايند سيت بتاعتك، عشان اغير عقليتك، عشان اغير طريقه تفكيرك للاحسن، عشان خاطر اشيل التراب اللي من كتر ما بقى موجود. انت اصلا ما بقيتيش حاسه ان فيكي حاجه غلط، انت بقيتي ماشيه في حياتك ومكمله، واصلا مش واخده بالك ان انت في حاجات بتشدك لتحت، في ثقل او في اوزان مربوطه حوالين نصك وعماله تشدك لتحت. ايه الاوزان دي؟ اطلع ازاي على وش الميه تاني؟ انت من كتر ما بقالك فتره ما طلعتيش لسطح الميه، لسطح المحيط، ما حسيتيش بالشمس على جسمك، انت تحت في عمق المحيط، اصلا نسيتي يعني ايه احساس الشمس. ايه الحاجات، ايه الثقل، ايه الوزن اللي مربوط حوالين وسطي؟ العلاقات السامه، صحاب، اهل، ناس في الشغل، ناس في الشارع، الراجل اللي معايا، شريك حياتي، كل دي علاقات سامه بتشدك لتحت. ان انا اصلا ما عنديش ثقه في نفسي، ان انا اصلا مش قادره اثق في اللي حواليا بسبب ترومات او صدمات سابقه في حياتي، عندي مشاكل نفسيه، ده كله بيشدك لتحت. عايشه حياتي في مسلسلات الناس اللي فيها قبضوا بالملايين وانا قاعده بتفرج عليهم. لامتى يا ماما؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه يا روحي؟ ليه يا قلبي؟ ليه يا عمري؟ ليه تخلي حد عمال يشد؟ ليه تخلي كل الحاجات دي عماله تشدك لتحت؟ انت حرفيا بقيتي واصله في نقطه في المحيط اللي انت غرقانه فيه، انت بقالك زمن وسنين ما حسيتيش احساس الشمس، احساس الدفى، احساس البوزيتيفيتي، احساس الايجابيه في الحياه بقى عامل ازاي، احساس الحياه، طعم الحياه فقدتيه. انت بس بقيتي عايشه
انت محسوب عليكي ان انت عايشه، انت محسوبه على الناس، محسوبه على الكون ان انت عايشه. بس انت ايه؟ انت مين؟ اسالي نفسك انا مين؟ انا حبيبه. انا مين حبيبه؟ اعرف نفسي ازاي؟ طموحي، احلامي، تجاربي الفاشله وتجاربي الناجحه، ازاي تخطيت الفشل، ازاي بطور من نفسي، ازاي بغير من العيوب اللي عندي. يعني انا واحده من العيوب اللي كانت عندي ان انا اي رساله ممكن تحرق دمي، تعصبني، تخليني اكتئب، تخليني انهار، تخليني اروح بالليل اهلي ياخدوني يودوني المستشفى، افضل محجوزه يومين وثلاثه عشان خاطر انا بس تعبانه نفسيا. انا كنت مكانك وصدقيني الاحساس مش حلو. انا حاسه بيكي، احساس سيء جدا، احساس ان انت بتفقدي نفسك، you're losing yourself. انت مش عارفه انت مين، مش عارفه انت عايزه ايه، مش عارفه هو انا صح ولا غلط، هو انا ايه اللي عملته في نفسي ده، انا ازاي اقبل على نفسي كده، ازاي البنت ده احنا لما كنا اصغر كانت طموحاتنا اكبر من واحنا اكبر. انت بتقولي باي باي لحياتك، انت بس هتفضلي بتعيشي وهتتجوزي اي حد وهتخلفي كام عيل، هتفضلي عايشه في مشاكل ودوامه ما بتنتهيش. ليه؟ انت اصلا ما عندكيش العقليه ان انت تختاري صح. والدليل على ذلك كميه العلاقات السامه اللي في حياتك. انتوا عارفين انا ليه قطعت العلاقات السامه في حياتي؟ مش بس عشان هي علاقات سامه، عشان حتى انا ادركت ان انا ما عنديش الخبره ولا وجهه النظر الكافيه في الحياه ان انا اختار. فاعمل ايه بقى؟ اعاند نفسي وافضل مكمله وانا عارفه ان انا اصلا غير اهله لان انا اختار، ولا اقطع العلاقات السامه دي لحد ما اعرف ازاي اختار؟ عارفه انت ليه المفروض تبعدي عن الحب والحاجات دي في الفتره الحاليه لو انت حاسه بالكل اللي احنا بنتكلم عنه في الفيديو ده؟ ان انت غير مؤهله، انت غير مؤهله ان انت تختاري، انت لسه صغيره لدرجه ما عندكيش وجهه النظر الكافيه اصلا تعرفي انت عايزه ايه في الدنيا. احنا هنا لسه في نقطه انا عايزه ايه في الدنيا، ما بالك بقى انا عايزه ايه في الراجل اللي يبقى معايا، ولا عايزه ايه في الصحوبيات اللي تبقى معايا. والصحوبيات هي اسهل حاجه تقدري تختاري فيها، لان الصحوبيات ممكن تبقى فترات وبتروح وبتيجي وبيبقى ليها انواع واشكال كتير. بس مثلا الراجل اللي هرتبط بيه هو راجل، مش هرتبط ب10، مش هفضل اغير. انا جايلك من المستقبل واقول لك والله ما تعمليش كده في نفسك، بلاش، اقطعي، cut them off، cut them off، اقطعيهم من حياتك. في منهم اللي هيفضل يزن عليكي ويحسسك انت بياعه، ويحسسك عادي. لو قعدوا سنه بعد السنه هيبطلوا وهيكرهوكي اكتر لما تنجحي. العين ما تحبش تشوف اللي احسن منها عشان تبقي فاهمه، مهما كان مين، مهما كانت صاحبة عمرك. وانا ما بقولكيش اقطعي العلاقات الحلوه في حياتك، خلي العلاقات الحلوه في حياتك، بس ادي التركيز كله على نفسك والتركيز البسيط جدا على صحوبياتك وعلاقاتك. من روبنز في الكتاب برضو بتقول the more I sit let them the more I realized that a lot of what I worried about wasn't worth my time nor did it deserve my attention. يعني كل ما قعدت اقول خليهم let them، خلي دي تعمل كذا ودي تعمل كذا، اللي يقول وخلي اللي يكره وخلي اللي يحبني وخلي كل واحد يختار هو عايز يبقى في حياتي. كل ما هتعملي ده اكتر كل ما هتدركي ان في 90 او نقول يا ستي 60% من الاسترس والتوتر والقلق والضغط العصبي والنفسي اللي انت حاطاه في حياتك هتلاقيه راح. كلمه حاضر بتريح، ده يعني لد مسيري بالطريقه المصريه، كلمه حاضر بتريح. المنبع الحقيقي لفكره ان احنا دايما عايزين نفرض سيطرتنا على الناس او عايزين نفرض ارائنا او عايزين نصلح الحياه او عندنا الغريزه دي هو الخوف. الخوف ده بيبقى جاي من جوه وانت بس اللي تقدري تعالجيه مش اللي حواليك عشان تتفهم. الخوف من ان اللي قدامك ده لو ما عملش الحاجه دي الدنيا هتبوظ. الخوف ان لو الامور مش تحت سيطرتك انت هتبقي اوت اوف تراك، انت خلاص بقيتي بره المسار. الخوف ان انت لو ما خططتيش لكل حاجه انت مش هتعرفي تنبسطي. الخوف ان انت لو ما كنتيش دايما موجوده في كل الايفنتات مع صحابك وفي كل الخروجات والطلعات ممكن ينسوكي وبعد كده يطلعوا من غيرك. فدايما عالجي الخوف، عالجي الخوف اللي جواكي، لان وظيفتك ان انت تعالجي الخوف اللي جواكي مش وظيفه حد. واوعي تطلبي من حد ان هو يطمنك، لان 90% من الوقت بيبقى لازم انت اللي تطمني نفسك. الفرق بين let them and let me. let them and let me الفرق بينهم هو اهم، ودي اخر حاجه هنتكلم فيها في الفيديو. let them انه لما حد بيضايقني، لما حد بيستريس مي اوت، لما حد بيعمل الحاجات اللي بتعصبني، لما حد بيستفزني، لما حد بيجي على كرامتي، لما حد خلاص بيطلعني بره هدوئي وسلامي النفسي، انا خلاص بقول let them، خليهم يعملوا اللي هم عايزينه، خليهم يتكلموا بالطريقه اللي هم عايزينها، خليهم يفكروا بالطريقه اللي هم عايزينها، خليهم
يوروا حقيقتهم. تاني نقطة let me. عشان فاهمين we can only control 3 things. نقدر نتحكم في 3 حاجات بس، ودي مير روبنز كانت بتتكلم عنها في الكتاب. we can control what we think about. نقدر نتحكم في انه انا هفكر ازاي في اي حاجة عموما ليها علاقة بحياتي، او انا هفكر ازاي في الشخص اللي عمل الحاجة اللي ضايقتني. اوكي. تاني حاجة I can control what I do or what I don't do in that situation in response to the situation. انا اقدر اتحكم فانا هعمل ايه او انا اصلا مش هعمل ايه استجابة للموقف اللي انا اتحطيت فيه مع الشخص ده. تالت حاجة I can control my emotions how I feel. انا اقدر اتحكم في مشاعري وعواطفي، انا حسيت بايه لما الشخص اللي قدامي ده انتقدني بالطريقة القاسية دي، او لما الشخص اللي قدامي ده عمل الحاجة اللي انا قلت له دي ريد لاين، ما تعملش الحاجة دي، ده خط احمر. ف let me بقى انا هعمل ايه. let me انا بقى هنا اللي بحدد انا رد فعلي هتبقى ايه. هل الحاجة دي ما تستحقش طاقتي ولا وقتي فخلاص، ولا هل انا محتاجة اقطع علاقتي بالشخص ده، ولا هل انا محتاجة ان انا اعاتب الشخص ده لو دي اول مرة يعملها. ده كان اختصار شديد let them see and let me. حرفيا يا جماعة لو طبقتوها في حياتكم صدقوني هتفرق كتير جدا. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، وان شاء الله تستنوني في الفيديوهات الجايه، وما تنسوش تكتبوا لي ايه التوبكس اللي حابين ان احنا نتكلم فيها. انا قبل منكم بحاول اطبق الموضوع ده في حياتي، وابسط مثال انا شرحته النهارده وابسط مثالين حرفيا بيفرقوا معايا جدا. ف see you later alligator.